السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواتي وحبايبي في حلقة جديدة من حلقات قناتنا وقناتكم قناة المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. في بداية الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنستكمل مع بعض الجزئية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده الخاصة بتعديل قانون الضرائب اللي هو 91 لسنة 2005 اللي هو اتعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023. وخلينا نبدأ مع بعض سريعا ونخش في الجزئية الخاصة بالحلقة. أول حاجة هنتكلم عليها الجزئية الخاصة بالبند اللي تم إضافته في المادة الثانية الخاصة بالتعريفات، وهو التعريف الجديد اللي اتضاف 91 سنة 2005. وهنقول نص المادة وبعد كده هنقول التعديلات اللي تمت، بس احنا بنتكلم على المادة اللي اتضافت. المادة اللي اتضافت أو البند اللي اتضاف في التعريفات وهو تعريف الشركات المدنية. الشركات المدنية زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة قدامكم هي الشركات غير التجارية التي تنشأ وفقا لأحكام القانون المدني أو أي قانون آخر، وده هو تعريف الشركات المدنية. هنيجي بعد كده للجزئية الخاصة بالمادة الرابعة، واحنا هنقول مع بعض المادة دلوقتي اللي هي ظاهرة قدامكم. مادة 4 يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق الأخص: أ محل الإدارة، ب الفرع، ج المبنى المستخدم كمنفذ للبيع، د المكتب، ه المصنع، واو الورشة، ز المنجم أو حال البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات، ح المزرعة أو الغراس، وط موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك. ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع. بعد كده بقى بقية المادة كلها. هنيجي بقى للتعديل اللي تم. هو وضع تقريبا نفس البنود اللي احنا بنتكلمنا عليها، ولكن في تعديلات بسيطة ان هو حذف النقطة الخاصة بجيم وهي المبنى المستخدم كمنفذ للبيع من المنشأة الدائمة طبقا للمادة الرابعة من القانون، وأضافها في بند آخر وهو البند ح، وقال فيه المباني والمرافق والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع، وضاف جزئية المرافق والمخازن داخل بند المستخدم لمنافذ البيع. وفي جزئية الورشة في القانون القديم تم تعديلها إلى ورشة العمل وأعطاها ترتيب ه. وكان في القانون قبل التعديل قال: ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه النشاط على شراء السلع أو البضائع للمشروع. عدل الجزئية دي وأضاف ليها بند بالكامل، وأضاف إن حكم المنشأة الدائمة في أكتر من نقطة، وأصبح كالتالي زي ما أنتم شايفين قدامكم: إن يعد في حكم المنشأة الدائمة ما يلي: أي أنشطة بيتم تنفيذها في مصر فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج أو استخلال موارد طبيعية بما في ذلك استخدام معدات جوهرية أو تركيبها، وذلك لمدة أو لمدة تزيد في مجموعة على 90 يوما خلال أي فترة مدتها 12 شهر. رقم ب تأدية الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية اللي بيقدمها مشروع عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهم المشروع لهذا الغرض، وذلك في حالة استمرار تأدية الخدمات لسنة المشروع. وجيم مشروع التأمين التابع لإحدى الدول فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين. وقال برضو: إذا قام شخص في مصر نيابة عن مشروع في دولة أخرى بممارسة عمل في مصر كوكيل مستقل ويعمل للمشروع في حدود عمل المعتاد، ومع ذلك إذا كان هذا الشخص يعمل حصريا أو شبه حصر بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطا به ارتباطا وثيقا، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفترة. ودي هنا كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده بنتكلم عن المنشأة الدائمة في مصر، يعني بحكم المنشأة الدائمة اللي لازم يفتح بطاقة ضريبية وسجله تجاري ويمارس عمله زي أي شركة في مصر. وكمان قال الجزئية الخاصة بجزئية اللي هي ايه؟ الجزئية الخاصة بإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكرر دون تعديل جوهري من قبل المشروع. العقود ديت بتبقى عبارة عن: رقم 1 بتكون باسم المشروع، 2 لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات التي يملكها المشروع أو التي له حق استخدامها، رقم 3 لتوفير الخدمات اللي بيقدمها المشروع. وأضاف كمان رقم واو: المشروعات أو الأنشطة اللي تتجاوز مدتها 90 يوم
اكتر من نقطة وهتظهر قدام برضه على الشاشة الجزئية الخاصة بدي. اول حاجة انه يكون مارس مشروع لشركة غير مقيمة انشطة في مصر في مكان ما يشكل موقع بناء او مشروع انشاء او تركيب او مشروع معين. واضاف مادة جديدة في القانون وهي المادة الرابعة مقرر، وقال فيها استثناء من احكام المادة 4 من القانون لا تعد منشأة دائمة كل ما يأتي. اول حاجة الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخزين او عرض السلع، وقال برضو الاحتفاظ بالمخزون من السلع والبضائع المملوكة للمشروع او الاحتفاظ بالمخزون من السلع والبضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها وواسطة مشروع اخر. يعني احنا بنتكلم على اغراض التخزين او اغراض التشغيل والحاجات دي كلها، دي كلها ما تعتبرش من ضمن الاجزاء اللي احنا بنتكلم عليها تعتبر كمنشأة دائمة في مصر. وقال برضو اي انشطة اخرى ذات صفة تمهيدية استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين اي انشطة من الانشطة المنصوص عليها في البنود ا وب وج ود اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده. وقال برضو كما لا تعد منشأة دائمة الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة إذا تم القيام بها بواسطة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع ولا يقوم بأي دور في إبرام العقود. يعني معنى صح هو تابع لمشروع آخر بيشتغل بحسابه ومفيش أي عقود تمت في الجزئية الخاصة دي. وكمان قال لك لا ينطبق حكم هذه المادة على أي مكان ثابت للعمل يستخدمه أو يحتفظ به مشروع أو مشروع مرتبط ارتباطا وثيقا يزاول أنشطة التجارة في نفس المكان أو في مكان آخر داخل مصر، وبيشكل المكان دوت أو أي مكان آخر منشأة دائمة للمشروع أو للمشرع المرتبط ارتباطا وثيقا بموجب أحكام هذه المادة. طيب والجزئية دي برضو باينة لحضراتكم، احنا مش هنتكلم فيها كتير لأنها باينة ومفسرة جزئية أكتر من التفسير، وكمان كاتب الموضوع بشكل واضح. يعني اعتقد ان هو مش هيحتاج لشرح كتير واغلبيته هو الكلام شرح نفسه. هنيجي بس للجزئيه الاهم معانا اللي هو الجزئيه الاهم، الجزئيه الخاصه بالتعديل اللي تم في الماده 8 من القانون واللي اغلب الناس مهتمه بيها لانها بتمس شريحه كبيره جدا من الناس، وهي الماده الخاصه بالمرتبات. كان في التعديل السابق قال لان المادة دي خدوا بالكم ان تم تعديلها اكتر من تعديل من ساعة انشاء القانون والضرائب اللي هو 91 سنة 2005 الى الان، فالتعديلات كتيرة فيه جدا. فانصح حضراتكم التعديلات دي يتابعها اول باول عشان اللي بيقوم باللي مهتم بالجزئية دي واللي بيقدم الجزئية الخاصة بالاقرارات او سواء اقرارات المرتبات او الفحوصات الضريبيه اللي بيتم على اساسها الشرايح اللي احنا بنتكلم عليها. فمهم جدا ان انت تكون متابع الجزئيه ديت وعارف كل شريحه تم تعديلها امتى والتعديلات الخاصه خصوصا بضريبه المرتبات. فهنبدا مع بعض. احنا كنا اخر تعديل تم على الجزئيه الخاصه بالمرتبات كانت الشرايح بتبدا من 0% وهي الشريحه المعفاه لحد 15,000 جنيه زي الجدول اللي ظاهر قدام حضراتكم دلوقتي. رفع الإعفاء لحد 21,000 جنيه. طيب انت كده اكيد هتسأل، انا اعرف ان الإعفاء اللي تم في المبلغ واللي مشهور دلوقتي انه اترفع من 24,000 ل 36,000 جنيه، ازاي تم الرفع من 15 ل 21,000؟ هنتكلم هنا في جزئية مهمة جدا، ان الجزئية دي مرتبطة بمادتين في القانون. المادة الأولى مادة 8 اللي اتكلمنا عليها ودي الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، يعني أصحاب المنشآت الفردية خصوصا، يعني أو أشهر مثال للجزئية ديت هو أصحاب المنشآت الفردية. والمادة الثانية اللي مرتبطة بيها هي المادة رقم 13 في الكتاب الثاني الخاص بضريبة المرتبات، واللي فيها الجزئية الخاصة بإعفاء ضريبة المرتبات، وهو رفع فيها حد الإعفاء من 9,000 جنيه ل 15,000 جنيه. وطبعا زي ما احنا كده فهمنا دلوقتي ان الاعفاء 36,000 ده اللي بيقبض المرتبات فقط، اما اصحاب المنشآت الفرديه فده حد الاعفاء ليه هو 21,000 جنيه. زي ما حضراتكم عارفين ان الشركات طبعا الجزئيه ديت داخله في المنشآت الفرديه فقط، مالهاش علاقه بالشركات سواء شركات الاشخاص او ذات المسؤوليه المحدوده او شركات الاموال، لان الشركات دي كلها بتاخد 22.5% على صافي الربح الضريبي. هنرجع بقى للجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها وهي الماده رقم 8. زي ما قلنا احنا رفعنا الاعفاء ل 21,000 جنيه وتم تغيير حدود الاعفاء زي ما حضراتكم شايفين قدامكم، وتم زياده نسبه جديده وهي 27.5%،
ودي هتدفع على ما زاد على 1,200,000 جنيه. وزي ما حضراتكم برضو شايفين ان الضريبة هي ضريبة تصاعدية من 2.5% لحد 27.5%. مهم جدا ان انت تعرف مع كل شريحة اذا زاد صافي دخلك على 600,000 جنيه بتفقد شريحة مع الشرائح مع كل زيادة زي ما هو موضح بالشاشة. وهنيجي لاخر شريحة، لو صافي دخلك وصل ل1,200,000 هتدفع 25% بالكامل على الجزئية الخاصة بيك، ولو زاد عن 1,200,000 جنيه هتدفع الشريحة الجديدة وهي 27.5%. وهنا بنكون وصلنا للتعديل الجزئية الأكبر في التعديلات، ودي تعتبر الحلقة الثانية من تعديلات قانون ضريبة الدخل 91/2005 زي ما قلنا لحضراتكم. في النهاية بنشكر برضو الأستاذ مصطفى سلام عبد السميع في الدراسة المقارنة اللي هو حاططها، اللي أنا كنت بتكلم مع حضراتكم من خلالها، اللي هي الخاصة بموقع دكان الضرايب. ودي بنشكرهم فيها يعني على الدراسة اللي هم مقدمينها، الدراسة المقارنة. وهسيب لحضراتكم الدراسة ديت أسفل الفيديو للي حابب يحملها. وفي النهاية متنسوناش اللايك والشير والسبسكرايب لو دي أول مرة ليكم على القناة عشان نوصل للجميع إن شاء الله. السلام عليكم.